ازاي تعملي شوربة لسان عصفور مظبوطة زي المطاعم؟ هتجيبي الحلة على النار وتحطيها وتحطي عليها معلقة سمنة مش كتير. تنزلي بكمية لسان العصفور بقى اللي تناسبك، وبعد كده تسيبي النار عالية جامد في الأول لحد ما لسان العصفور يسخن هو والحلة. بعد كده هدي عليه النار خالص وتنيكي قلبي بشويش علشان حباية الرز، يعني حباية لسان العصفور اسفة، تتحمر من بره ومن جوه، وبكده مش هتعجن معاكي ولا هتشرب الشوربة زي ما ناس كتير بتشتكي. بعد ما بقى باللون الجميل ده بقى كده هنزل عليه بحتة ليا ضاني قد عقلة الصابع، تتحمر معاه بس كده تقلبتين تلاتة، ريحتها تطلع وطعمها يطلع لو انت عايزاه زي بتاع المطاعم، وطعمه جميل جدا. بعد ما خدت قلبتين كده بقى هنزل بالشوربة. الشوربة بتاعتك مش زي اي زيادة يعني، او زيادة الرز فوق الرز على طول، لا ده انتي بتزودي كمية كبيرة مش زي الرز. بعد ما يغلي معاكي كده هنزل بجزرة مبشورة، والبشرة بتاعتها تكون يعني طويلة شوية ومش ناعمة اللي هو بشرة جزر. شايفين بقى الحتة اللي هي زي ما هي بس هتقعد تنزل الطعم بتاعها. اول ما يغلي معاكي بالشكل ده كده هروح قافله عليه مغطيه يعني النار، مغطيه الغطا وطافيه النار خالص، وهيبقى بالشكل ده. انا ما حطيتش اي ملح ولا اي توابل ولا اي حاجه خالص، علشان الشوربه بتاعتي كانت مظبوطه، شوربه اللحمه بألف هنا.